إخواني أخواتي، مرحبا بكم في خبر مغربي. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. في واقعة مثيرة بمدينة الجديدة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شخص كان ينتحل صفة رجل أمن، مستغلا ثقة المواطنين للإيقاع بضحاياه. القصة إخواني أخواتي بدأت بعد توالي شكايات عدد من المواطنين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب وسرقة طالت دراجتهم الكهربائية المعروفة بالترونتينيت. المشتبه فيه كان يعتمد أسلوبا محكما، حيث يرتدي زيا يشبه زي الشرطة ويوهم ضحاياه بأنه يقوم بعملية مراقبة قانونية قبل أن يستولي على دراجتهم ويختفي عن الأنظار. وبعد تحريات دقيقة تبين أن المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة، لتتحرك المصالح الأمنية بسرعة وتضع خطة محكمة انتهت بنصب كمين ناجح أسفر عن توقيفه بينما كان على متن سيارة. عملية التفتيش كشفت عن مفاجآت خطيرة، حيث تم العثور داخل السيارة على ملابس كاملة شبيهة بزي الشرطة، من قبعة واحدة وبدلة كان يستخدمها في تنفيذ عملياته الاحتيالية. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع التنسيق مع باقي المصالح الأمنية التي توصلت بشكايات مماثلة لكشف جميع تفاصيل هذه القضية وتحديد كافة الضحايا المحتملين. خلاصة القول إخواني أخواتي، انتحال صفة رجل أمن لم يعد مجرد جريمة عادية، بل هو تهديد مباشر لثقة المواطنين، ويقظة الأجهزة الأمنية تبقى السد الأول في وجه مثل هذه الأساليب الإجرامية.